إرهاب إيه؟ الإرهاب هو الفساد في الأرض، هو أننا بغير حق نرغم الآخرين على آرائنا ووجهة نظرنا التي قد تكون مخطئة بالدم، بالعنف، بالسلاح. هذا هو الإرهاب. ولذلك هناك دول تمارس الإرهاب، وهناك أفراد يمارسون الإرهاب، وهناك منظمات تمارس الإرهاب. والإرهاب ليس خاصا بالمسلمين. الإرهاب لما عددنا عدد المنظمات المتهمة بالإرهاب في العالم طلع 132 منظمة، منهم 20 مسلمين، ومنهم الباقي يعني أكثر من 80% غير مسلمين. فالإرهاب لا يعرف دينا ولا وطن. قلنا له كلمة واحدة بس، اللي هيحمي الكنيسة المصرية احنا المصريين المسلمين اللي هنحمي الكنيسة المصرية. في كل مجتمع في العالم كله في الإنسان الكويس والإنسان اللي بيساهم في بناء المجتمع، وفي الإنسان اللي بيسبب مشاكل في المجتمع. في كل مكان، في كل بلد في العالم، وفي كل مكان في العالم. فمصر هنا الناس الحلوة اللي في مصر هم الغالبين. الناس الحلوة اللي في مصر هم الغالبين من المسيحيين والمسلمين. وإنما قطعا في بعض الناس بيسببوا مشاكل وبيسببوا اضطرابات. المفروض إنه الناس العقلاء يحطوا ايديهم في ايدين بعض ويقووا بعض، فما يدوش فرصة للناس اللي بتعمل مشاكل. وبالتالي على كل المستويات، من أول مستوى الناس المسؤولين للكنيسة والأزهر على قياداتها، للقيادات الدينية على مستوى في الريف، لكل المستويات لغاية الطلبة اللي مع بعض، حتى الطلبة اللي في المدارس والجامعات. الغالبية حلوة، ولكن في بعض الناس بتعمل مشاكل. المفروض إن الناس العقلاء اللي بيحبوا الخير واللي بيحبوا الغير واللي بيحبوا الخير للغير، اللي بيحبوا الخير واللي بيحبوا الغير the other person، واللي بيحبوا الخير للغير دول الغالبين. بس المفروض يكونوا إيجابيين، ويكون في تواصل بينهم باستمرار، ويكون في شبكة قوية بينهم باستمرار. وعلى هذه الشبكة تتكسر أي محاولات للفرق وأي محاولات للمشاكل. وزي ما بيقول لك ده فلان ده مخه كبير بيستوعب الكل، وفلان ده مخه صغير إذا كلمته أي كلمة الدنيا تخرب. فالناس اللي مخهم كبير مفروض إنه يكون في كوردينيشن بينهم وبين بعض، والاينس كده بينهم وبين بعض، يكونوا يحموا البلد. ده اللي احنا محتاجين ليه. أنا دايما بقول، وفي ذهني أمثلة كثيرة جدا، إذا وجد في المكان رجل دين مسلم مستنير، ورجل دين مسيحي مستنير، ورجل أمن مستنير، مستحيل تحصل مشكلة. مستحيل. بس لازم الثلاثة مع بعض. أنا في ذهني بقى أمثلة كثيرة جدا. لما تكون القيادة الدينية والقيادة القيادة المسلمة والقيادة المسيحية والقيادة الأمنية، الثلاثة مستنيرين، محدش يعرف يختلط. إنما لو حصل خلل في دي الناس كتير تختلط. ولكن أنا عايز أطمنكم إن غالبية الناس حلوة جدا، والأصل جميل. بس المفروض إنه الناس المستنيرين والناس اللي مخهم كبير، البرود مايند والبرود هارت بيرسونز، دول يكون في يعني كوردينيشن بينهم وتواصل باستمرار بينهم،
وصراحة واستمرار بينهم عشان عليها تتكسر كل حاجة. ودايما الخير بينتصر في الآخر.